اتصلت علي مديرة روضة سمارجتس وقالت لي يا عمو الطيب تعال عنا على الروضة لأنه الأطفال كثير اشتاقوا لك وبيسألوا عنك. رحنا على الروضة وبلشنا نفوت على الصفوف صف صف، وفعلا اكتشفت انهم عن جد مشتاقين إلي لأنه كانوا مستقبلوني بحرارة، وأنا كمان كنت مشتاق لهم لأنه زمان مش شايفهم. المهم بعد ما فتنا على كل الصفوف وانبسطنا مع بعض كثير وسلمنا على بعض وشفتهم تقريبا كلهم، مسكنا هذا الولد برا وقعد يحقق معي شي هاي اللي موجودة بيدك. قلت له والله يا عمو زي زيك ما انا عارف بس هيك حاططها منظر. المهم جينا بدنا نفوت على الصف الأخير وأنا مش جاهز ومتكاتل مع ولد برا، وقلت له سكر بسرعة فتحنا. المهم رجعوا فتحوا الباب من الجديد وفتنا على آخر صف لحتى نسلم عليهم قبل ما نطلع من الروضة. وما شفت إلا هذا الولد داش عبده يقعد بحضني ومنيح ما شكله بتنوية، الله سترنا. وهيك خلصنا كل الصفوف طلعنا برا، لقيت هاي البنت يا حرام كاينة ضايعة وتدور علي. المهم بعد ما خلصنا كل شيء وطلعنا برا كمان مرة، رجعوا الأولاد حضنونا وحضنتهم لأنه ما شبعنا من بعض. شفت المديرة واقفة على جنب، قلت لهم روحوا يحضنوها وسلموا عليها حرام. قامت وقعت ويا ريت ما حكيت لهم يروحوا لأنها راحت تحت الأنقاض ولحد هسه بدوروا عليها. وهيك خلصنا جولتنا بهاي الروضة وودعناهم واستنونا بروضة جديدة وباي.